هل عمرك سألت نفسك ايه اكتر حاجة غريبة فعلا في طريقة تفكير الاغنياء؟ الحقيقة انهم ما بيديروش فلوسهم بالطريقة اللي اغلب الناس متخيلاها. في الوقت اللي ناس كتير مشغولة تدور فيه على العملات الرقمية اللي هتخليهم اغنياء في يوم وليلة، او تتابع اخر ترند في البورصة، الغني الحقيقي ماشي بنظام بسيط جدا، بسيط لدرجة انه ممكن يبان انه ممل. وده بالظبط السبب اللي مخليه شغال بكفاءة عالية. أنا شريف ودي قناة شريف يستثمر، وخلال سنين طويلة من البحث والمتابعة درست إزاي الناس اللي عندها فلوس حقيقية بتتعامل مع أموالها في الواقع، مش في الإعلانات ولا وعود الاستثمار السريع. واللي اكتشفته ممكن يفاجئك، لأنه مش سر استثماري غامض ولا معرفة خاصة بصناديق تحوط أو علاقات خفية. الموضوع كله قائم على معادلة بسيطة جدا، أي شخص يقدر يطبقها، سواء دخلك 30,000 أو 300,000 في السنة. في الفيديو ده هشرح لك النظام اللي بيفرق بين الناس الناجحة ماليا وبين باقي الناس، نظام اسمه قاعدة 15-65-20. ومع نهاية الفيديو ده هتكون فاهم بالظبط ازاي تطبق القاعدة دي في حياتك خطوة بخطوة. ده مش كلام نظري ولا أحلام وردية، ده إطار عملي حقيقي لبناء ثروة مع الوقت. والأجمل من كده إن النظام ده واضح وبسيط لدرجة إنك تقدر تبدأ تطبقه قبل ما تقبض راتبك اللي جاي. علشان كده خليك معايا للآخر، لأن اللي جاي ممكن يغير نظرتك للفلوس تماما. السبب الرئيسي اللي بيخلي أغلب الناس فاكرة إن إدارة المال حاجة معقدة هو إن ده بالظبط اللي الصناعة المالية عايزاك تصدقه. كل ما الموضوع يبان أعقد ومليان مصطلحات غريبة، كل ما تكون أقرب إنك تسلم فلوسك لحد تاني يديرها بدل ما انت اللي تديرها. لكن الحقيقة مختلفة تماما. أساسيات بناء الثروة ما اتغيرتش بقالها عشرات السنين، وهي بسيطة لدرجة إنك تقدر تشرحها لحد مراهق. الأغنياء فاهمين حقيقة ناس كتير بتفوتها. الموضوع مش قد ايه فلوس بتدخل حسابك كل شهر، لكن ايه اللي بيحصل للفلوس دي اول ما توصل. ممكن تكسب ارقام كبيرة وتفضل مفلس لو مش عارف تدير دخلك صح، وفي نفس الوقت شخص دخله اقل بكتير يقدر يبني ثروة حقيقية لانه ماشي على نظام واضح. ومن هنا بتظهر معادلة 15-65-20، النظام المالي الحقيقي اللي بيفصل بين النجاح المالي والعشوائية. الأرقام دي مش عشوائية، دي نسب مئوية، وكل نسبة ليها وظيفة محددة في حياتك المالية. اعتبرها وصفة نجاح مالي. ما ينفعش تعمل كيكة بإنك ترمي المكونات وخلاص وبعدين تستنى تطلع حلوة. نفس الفكرة بالظبط مع فلوسك. لما تحط كل جنيه وكل دولار في مكانه الصح بنسبة صحيحة، النتيجة بتكون متوقعة ومضمونة مع الوقت. في الأجزاء اللي جاية هنفكك المعادلة دي خطوة بخطوة، وهنشوف ازاي 15% بتبني مستقبلك، 65% بتنظم حياتك، 20% بتخليك تستمتع من غير ما تدمر مستقبلك المالي. أول رقم في المعادلة وهو 15%، وده في الحقيقة أهم جزء في النظام كله. دي النسبة اللي بتخصصها من كل جنيه بتكسبه علشان مستقبلك انت، مش للفواتير ومش للترفيه ومش للحاجة اللي نفسك تشتريها دلوقتي. الفلوس دي ليها وظيفة واحدة بس، إنها تشتغل علشانك حتى وانت نايم. عارف دلوقتي إن أول رد فعل هيجي في بالك إن 15% ده رقم كبير، خصوصا لو أصلا بتحاول تغطي مصاريفك بالعافية. بس خليني أقولك الحاجة اللي بتغير نظرتك للرقم ده تماما، وهي إن 15% دي ليها وظيفتين أساسيتين، ولما تفهمهم الالتزام بيها هيبقى أسهل بكتير. أول وظيفة وهي بناء شبكة الأمان المالي. الحياة دايما بتحب تفاجئنا في أسوأ توقيت.
العربية تبوظ بعد ما تدفع كل التزاماتك، أو مصاريف طبية مفاجأة، أو حتى شغل يقل أو يختفي من غير ما يكون في احتياطي مالي. المواقف دي ما بتكونش مجرد إزعاج، دي بتتحول لضغط نفسي، ووقتها أغلب الناس بتلجأ للكريدت كارد أو للديون اللي بتفضل مطاردة صاحبها شهور وسنين. لكن لما يكون عندك 15% دي شغالة، المشاكل دي بتتحول لمواقف عابرة تخلص وتكمل حياتك بسرعة بدل ما تدمرك ماليا. الوظيفة التانية بقى لل15% هي اللي بتفرق فعلا بين شخص عايش مرتاح ماليا وشخص بيبني ثروة حقيقية. الفلوس دي مش بتتركن في حساب توفير بيدي عائد شبه صفر، لكنها بتتحط في استثمارات تخليها تجيب فلوس أكتر. هنا بقى بيجي دور الفايدة المركبة، واحدة من أقوى الأدوات في عالم المال. لما فلوسك تكسب عائد والعائد ده نفسه يبدأ يكسب عائد، بيحصل تأثير كرة التلج، ومع الوقت المبالغ الصغيرة بتتحول لأرقام كبيرة جدا. علشان كده البداية بدري أهم بكتير من إنك تحط مبلغ كبير بس وإنت متأخر. الوقت هنا هو السلاح السري في بناء الثروة. 15% دي مش مجرد ادخار، دي استثمار في راحة بالك دلوقتي وفي حريتك المالية قدام. وكل ما تبدأ بدري حتى لو بمبلغ بسيط، كل ما تكون النتيجة النهائية أقوى بكتير مما تتخيل. نيجي بقى للجزء التاني من المعادلة، وهو 65%، وده الجزء اللي بيغطي مصاريف حياتك الأساسية. وهنا بالظبط ناس كتير بتقع من غير ما تاخد بالها. المشكلة مش في إن المصاريف موجودة، المشكلة إن المصاريف دي عندها قدرة غريبة إنها تكبر مع أي زيادة في الدخل. فجأة شقتك تبان إنها صغيرة، وعربيتك بقت قديمة، والحاجات اللي كنت شايفها رفاهية تتحول لحقوق مكتسبة. الاقتصاديين بيسموا ده التضخم المعيشي. بس الفكرة ببساطة إن مصاريفك هتتمدد لحد لما تستهلك أي فلوس زيادة تسيبها من غير حدود واضحة. علشان كده تحديد سقف 65% لمصاريف الأساس هو خط دفاعك الحقيقي. السقف ده بيحميك من إنك تفضل تجري ورا زيادة الدخل من غير ما تحس بأي تحسن في وضعك المالي. المصاريف الأساسية هنا معناها الحاجات الضرورية فعلا، زي السكن والمواصلات والأكل والفواتير وكل اللي يخلي حياتك ماشية. مش معناها الاشتراكات اللي ما بنستخدمهاش، ولا الأكل الجاهز كل يوم، ولا الشراء العشوائي. الأغنياء بيميزوا كويس جدا بين اللازم والمريح، وبيختاروا في أغلب الأحيان يعيشوا أقل من مستواهم الحقيقي، خصوصا في بداية رحلة بناء الثروة. السكن عادة بياخد أكبر جزء من 65%، وده طبيعي. لكن في فرق كبير بين إن يكون عندك مكان تعيش فيه وإنك تدفع زيادة علشان يكون المكان ده مثالي. فرق بسيط في الإيجار الشهري ممكن يساوي عشرات الآلاف المهدرة على المدى الطويل. نفس الكلام على المواصلات. عربية جديدة بقسط كبير ممكن تريحك نفسيا دلوقتي، لكنها بتسحب من مستقبلك المالي كل شهر، في حين ان اختيار عربية عملية ومستعملة ممكن يسيبلك مساحة تستثمرها وتكبرها. الفكرة هنا مش الحرمان ولا العيشة بطريقة قاسية، الفكرة هي التحكم. لما تحط حدود واضحة لمصاريف الأساس بتخلق مساحة حقيقية لبناء الثروة، وبتمنع دخلك انه يختفي من غير ما تحس. 65% دي مش قيود، دي أداة بتخليك سيد فلوسك مش عبد ليها. ونوصل بقى لآخر جزء في المعادلة، وهو 20%، ويمكن يكون أكتر جزء الناس بتحس بالذنب ناحيته.
رغم انه في الحقيقة واحد من اهم اسباب نجاح النظام كله. 20% دي مخصصة للاستمتاع بالحياة، الترفيه والهوايات والخروجات والمشتريات المفاجئة وكل حاجة بتفرحك وبتخليك حاسس انك عايش مش بتعدي الايام. يمكن تسأل نفسك ليه الأغنياء يسيبوا جزء من فلوسهم للمتعة بدل ما يستثمروا كل جنيه وكل دولار؟ الإجابة بسيطة، علشان الإنسان اللي بيحاول يحوش ويستثمر كل حاجة غالبا بينهار في نص الطريق، زي الدايت القاسي اللي يبدأ بحماس كبير جدا وينتهي بنوبة أكل مفتوحة. الحرمان الزائد بيخلق دايما ضغط، والضغط ده في الآخر بيخلي الناس تسيب الخطة كلها. 20% بقى هنا بتيجي كتصريح رسمي انك تستمتع من غير تأنيب ضمير. لما تكون عارف ان الجزء ده معمول اساسا للمتعة تقدر تصرفه وانت مرتاح من غير احساس انك بتسرق من مستقبلك او بتضيع تعبك. وده مهم جدا، لان بناء الثروة مش سباق سرعة، ده ماراثون طويل محتاج نظام تقدر تكمل بيه لسنين قدام، مش كام شهر وخلاص. الدراسات كمان بتأكد الفكرة دي. الناس اللي بتسيب لنفسها مساحة مرنة للصرف بتلتزم بخطط الادخار لفترات أطول بكتير من الناس اللي بتشد على نفسها زيادة. الموضوع يمكن يبان عكسي، لكن السماح لنفسك بالاستمتاع فعليا بيساعدك تحافظ على انضباطك المالي. طبعا هنا لازم نفهم نقطة مهمة جدا، 20% مش معناها فوضى. الأغنياء منضبطين جدا في الجزئية دي. لما 20% تخلص في الشهر يبقى خلاص مفيش سحب من الشهر اللي جاي، ومفيش أي مساس 15% اللي شغالة علشان المستقبل. التوازن ده هو اللي بيخلي النظام ناجح. وفي الآخر الفكرة الأساسية إنك تبني نظام يخدم حياتك مش يقيدها. الفلوس وسيلة مش غاية، والنظام الصح هو اللي يخليك تعيش كويس دلوقتي وفي نفس الوقت تطمن على نفسك قدام. ومع الالتزام والاستمرارية هتكتشف إن المعادلة دي مش بس بتحميك من الإفلاس، لكنها كمان بتقربك خطوة خطوة من الحرية المالية. لو وصلت لحد هنا يبقى انت اخدت خطوة حقيقية ناحية التحكم في فلوسك. معادلة 15-65-20 مش سحر، لكنها نظام لو التزمت بيه هيغير مستقبلك المالي مع الوقت. لو الفيديو ده فادك اعمل لايك واشترك في قناة شريف يستثمر علشان يوصلك كل جديد عن المال والاستثمار بأسلوب بسيط وواضح. واكتب لي في الكومنتات ايه اكتر جزء حسيت انه محتاج تغيير في حياتك المالية.